السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ويكون خفيف على قلوبكم. هنا باغا نقدم لكم الملفوف. كاين اللي كيقول ليه الملفوف، كاين اللي كيقول ليه المكور، كاين اللي كيقول ليه مخمرة الملفوف. جاني حسن من الكتير وحسن من بزاف د الحوايج. والله انا على تجربتي جاني حسن. هاد مخمرة الملفوف كنشدو كنقطعو رقيق بزاف، كندير ليه شوية خل التفاح اللي كان صايب راه كاين في القناة موجود، وكندير ملحة هيمالايا هاد الغليظة ماشي ديك المطحونة الرقيقة، وكندير شوية تومة، وكندير فلفلة حارة. هادشي باش كنخمرو كيجيني زوين وكيوافق ليا بزاف د الحوايج، وعجبني على الكتير ولا على شي حاجة أخرى مخمرة. هاد مخمرة الملفوف جربيه على حسابي، جربوه وغتشكروني عليه بزاف. هذه هي الفلفلة حارة اللي قررت، ولا درت عصرة ديال الثومة، شوية الثومة كنبنو بها كيجي زوين. والثومة ما عارفينها بأنها صحية ومزيانة هي تخمر مع الملفوف. وكل واش كيقول هاد الملفوف، كل اللي كيقول ليه الكرب، كل واحد واش يقول لي، ولكن غتشكروني على هاد مخمرة الملفوف، غتشكروني عليه بزاف بزاف بزاف. وخصوصيا هذا اللي خضر، اللي لونه خضر، ما تجيبيش هذاك اللي لونه ابيض كله. هانتي شحال كندير انا، راه كيدي ليا بزاف. المهم ملي كيكون وقت وراه كنخمر فيه السطل، بزاف د الحوايج كنخمر فيه. ومني كنطيب شي حاجه كنحطو شلاضه اي حاجه. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وبارطاجيوه راه غتنفعوا بزاف الناس بيه، راه صحي.